وصلتي ل30 عام وكتحس بواحد البرودة في القلب، ماشي داك الخوف ديال الدراري الصغار، ولكن داك الرعب بارد اللي كيجيك في نص الليل ملي كتحط راسك على المخدة والدار ساكتة وكيبدا عقلك يطرح الأسئلة الممنوعة. واش هذه هي حياتي؟ واش هكا غنبقى حتى الموت مقاتل غير مع الخبز والكريدي؟ يمكن انت موظف كتسنى الصالير اللي كيطير في 5 أيام، ويمكن انت حريفي كتضرب تمارة وكترجع للدار مسخسخ وجيبك يلاه فيه باش تعشى، ويمكن انت جالسه في الدار وكتحسي باللي حياتك ولات غير كوزينه وشقه ونسيتي راسك. كتحس بواحد الاحساس خايب باللي فاتك التران، باللي صحابك داروا الحديد، كاين اللي تزوج، كاين اللي مشى لاوروبا رجع ودار مشروع وانت بقيتي اللور. اسمعني مزيان، هذا الفيديو ماشي باش نلومك، هذا الفيديو باش نحاول نعتقك ونهضر معاك بحال اخوك الكبير. بزاف منا كبروا على كذبه واحده، قرا، جيب الدبلوم، خدم في بيرو، تولي لاباس عليك. هذه سميتها ذا ماتريكس. 2026 هذه المعادله ولات انتحار، دخلنا عليك بالله. واش كتشوف الموظفين دابا لاباس عليهم؟ اغلبهم غارقين كريديات وكيتسناو لا ميتويل ترجع لهم فلوس الدواء. القيمه ديال الصالير طاحت والوقت تبدل. الا كنتي كتسنى الوظيفه بوحدها باش دير المستقبل، راك كتحفر قبرك المالي بيدك. الوظيفه كتحميك من الفقر ولكن كتمنعك من الغنى الا ما خدمتيش عقلك. اجي نكونوا صراحه اكثر، بزاف كيسحب ليهم باللي حيت ما عندهمش الباك او الماستر صافي الحكم صدر عليهم بالفقر المؤبد. كيقول مع راسو انا حريفي والله غالب. هذه اكبر كذبه كتقولها لراسك. ياك انت صباغ، ميكانيسيان، نجار، بناي باش تبرر علاش انت خواف. يديك ذهبيين، ولكن مشكلتك الوحيده هي ان عقلك مازال ناعس. مشكلتك هي انك كتعامل مع الحرفه بعقليه السبعينات، كتضرب تماره بكتافك ماشي بعقلك. واش في خبارك باللي كاينين دراري في سنك شدوا ديك الحرفانيت وتعلموا كيفاش يسوقوا ليها في التليفون وداروا شركات صغار، ودابا هما باترونات كيشدوا الملايين في الشهر، وانت مازال مضارب مع مول الشي على 200 درهم مصروف واخا في جيبو. كيقول لك ما عنديش، غير باش يحس بالسلطه عليك. الفرق بينك وبينهم ماشي الزهر، الفرق هما خدموا الدماغ مع اليدين. انت بقيتي خدام غا بيديك. الجسم ديالك غيعيا في 40 عام، الظهر غيتقوص والركابي غيخواو. الا ما خدمتيش عقلك دابا غتلقى راسك في 50 شاد الركنه وحاس بالعجز. وشنو كدير باش تبدل هادشي؟ كتمشي للقهوه، كتريح 4 سوايع مع ناس فاشلين، كتحللوا الماتش، كتحللوا السياسه وكتسبوا الدوله. واش في خبارك باللي الدوله ما مسوقاش ليك؟ واش في خبارك باللي داك الوقت اللي ضيعتيه في انتقاد الحكومه كون حطيتيه في تعلم التجاره كون راك دابا مدخل مصروف شهر؟ القهوه هي مقبره الطموح، تما فين كتموت الاحلام وسط الدخان ديال الكارو والهضره الخاويه. انت في 30 عام ما بقاش عندك طرف الوقت باش تضيعه في الجماعه الخاويه. كل ساعه في القهوه هي مسمار في نعش المستقبل ديالك. وحتى انت يا اختي اللي جالسه في الدار وكتقولي انا غير ربة بيت، ما عندي شهادات، ما عندي فين نمشي. شكون كذب عليك وقال لك باللي النجاح خاصو تكوني كتخرجي مع 8 الصباح وتجي مع 6؟ انت في يدك اخطر سلاح في العالم، الوقت والتليفون. واش كيسحب لك دوك اللي دايرين الملايين من التجاره الالكترونيه ولا من صناعه المحتوى عندهم 4 دريوس؟ لا، عندهم نفس التليفون اللي عندك. عوض ما تدوزي النهار في المحتوى التافه ومجموعات الواتساب الخاويه، شوفي شنو كتعرفي ديري. كتعرفي طيبي، كتعرفي تخيطي، كتعرفي تربي. هادشي راه فلوس الا عرفتي كيفاش تحوليه المحتوى ولا المنتوج وتبيعيه من وسط دارك. كاينين عيالات بالنقاب وما كيبينوش حتى يديهم ودايرين امبراطوريات من ديورهم. راكي قادره تكوني شريكه في مصاريف الدار وتكوني مولات الشأن بالصح ماشي غير بالهضره. في 2026 الكوزينه تقدر تكون هي البيرو ديالك الا خدمتي عقلك. وانت اخويا العزيز اجي نهضروا بصراحه، شحال دوزتي اليوم وانت كتطلع وتهبط في تيك توك، انستغرام ولا فري فاير؟ داك التليفون اللي في يدك راه ماشي لعبه، راه جامعه، راه مكتبه، راه بنك بين يديك. الناس كدير به الملايين وانت جالس في شي فيلاج منسي ولا في مدينه كبيره ما كيهمش فين كاين. المهم هو شنو كدير. الانترنت خلاتك تقدر تخدم بوحدك وانت جالس في بيت مع السطح. الا تعلمتي شي مهاره غير في داك الوقت اللي كتضيعو وانت كتفرج في فيديوهات تافهه، حشومه تكون عندك 30 عام وشاد في يدك جهاز اقوى من الكمبيوترات اللي صيفطوا الانسان للقمر وانت ما كتعرف دير به والو من غير جام وبارطاجي. إلا ما كتعرفش تخدم بالتليفون باش تدخل الفلوس أو باش تتعلم، راك أمي بالمفهوم الجديد. بغيتي تعرف علاش انت باقي فقير؟ ماشي حيت الدولة خايبة وماشي حيت ما عندكش الزهر. انت فقير حيت ما عارفش. الفرق الوحيد بينك وبين داك الشخص اللي كتشوفه واصل هو انه هو عارف شي حاجة انت ما عارفهاش. بكل بساطة العقل ديالك بحال الموتور، إلا ما درتيش ليه المازوت، العلم، القراية، غيسكت وغتبقى تدور في بلاصتك بحال البيكار. خصص غير 30 دقيقة في النهار، تعلم كيفاش كيتمشاو الفلوس، تعلم كيفاش تبيع، تعلم مهارة جديدة. في عام واحد غتولي شخص آخر. بغيتي تخرج من هذه الحفرة؟
حيد الافكار اللي زرعوا فيك، حيد صحاب واش كاين شي جوان، واش نتناقشوا في شي طريفه. هاد النوع ديال الصحاب ما كيبغيكش توصل، حيت لو وصلتي انت ما غيلقاش اللي عصر معاه في القهوه. وحيد دوك البنات اللي كيضيعوا لك الوقت، هي غتزوج لا ما بقاش عندها حل وما غترددش، ولكن انت غتكون ضيعتي سوايع ديال الهضره وطفيتي المشاعر اللي كيخليوك تنوض تقاتل على حلمك، وغتكون فقدتي التركيز اللي في هذا الوقت ولا اغلى حاجه. بدا من اليوم، اعتبر راسك في حاله حرب لمده عامين 730 يوم. عمر راسك، كل نهار تعلم حاجه جديده، ما تنعش وانت عقلك خاوي. قتل البريستيج، ما تبقاش تشري حوايج غاليين باش تبان على ناس ما مسوقينش ليك، وعرف الريال فين كيمشي. طلق من التفاهه، داك التليفون يا اما يدخل لك الفلوس يا اما تهرسو، الوسط ما كاينش. الصبر، ما غتوليش لاباس في شهر، اللي كيقول لك الربح السريع كيكذب عليك وبغى ينصب عليك. اعطيني عامين ديال التركيز والخدمه وكان وعدك بلي حياتك غتقلب 180 درجه. مهمتك الوحيده دابا هي تكبر الفجوه بين شحال كتدخل وبين شنو كيطلب منك الايغو ديالك تخسر. بزاف الناس كيتزادهم 1000 درهم في الخلصه كيمشيو يبدلوا الطوموبيل ولا يسكنوا في دار غلا. هذا فعل ديال المزالط. الناس الناجحين كيتزادهم الصالير وكيبقاو عايشين بحال الطلبه لمده سنتين باش يحلوا المشاكل الحقيقيه. إلا كنتي في 30 ومزلوط خاصك تعيش بحال طالب مقهور لمدة عامين 730 يوم، ماشي ديما ولكن غير سبرينت بتاكتيكي. دابا في 2026 كاينين طرق باش تطلع الدخل ديالك اكثر من اي وقت فات في التاريخ. AI، الخدمه عن بعد. الفرصه ما كتسناش حتى تكون واجد، هي كتجي وانت خايف. المهم هو واش غتحرك فاش يتحل الباب. الا كنتي كتدخل الصالير ديال كازا وكتعيش في مدينه صغيره ورخيصه راك رابح. الايغو غالي ولكن الحريه رخيصه. الا كنتي كتخسر 90% من الصالير ديالك غير باش تعيش في بلاصه واعره قدام الناس راك مزلوط وعايش الوهم. جمد عيشتك في المستوى الحالي لمده 24 شهر، واي درهم زايد دخلو في هذا الترتيب. حيد عليك الكريديات اللي فيهم الفائده طالعه. جمع واحد صندوق طوارئ ديال 20,000 درهم باش ما تبقاش تسلف فاش ترى شي حاجه. استثمر في الحوايج اللي كيتزاد ثمنهم مع الوقت. اغلب الناس غيتفرجوا في هذا الفيديو غيتحمسوا ساعه ومن بعد غيرجعوا لنفس العيشه، ومن هنا ل5 سنين غيتفرجوا في فيديو سميتو إلى عندك 35 عام ومزلوط. ما تكونش هذاك الشخص. النجاح في 30 كيبغي تحمل عدم الراحات دابا باش ترتاح من بعد. غمض عينيك 10 ثواني وتخيل راسك عندك 40 عام ومازال في نفس البلاصه ونفس الستريس، وكتكذب على ولادك وكتقول لهم مازال كنقلب على طريقي. هاد الشخص كاين في واحد المستقبل إلا ما درتي والو دابا. الفارق بينك وبين داك المستقبل هو واش مستعد تكون غريب لمدة 730 يوم باش تعيش حر حياتك كاملة. في 1990 ثمن الدار كان كيدير تقريبا 3 المرات الصالير السنوي ديال العائله. في 2026 هذا الرقم وصل 6 المرات. والديك شراو الدار بصالير اللي دابا يلاه يخلص لك الكر. قريتك اللي قالوا لك غتكون هي الساروت، ولا دابا هي اقل حاجه باش تخدم خدمه ديال 5000 درهم اللي قيمتها الشرائيه دابا يلاه كتسوى النصف ديال قيمتها في التسعينات. انت خدام بصالير كيبان متوسط ولكن كتعيش به عيشه الفقراء. فاش كيجي شي خبير مالي كيقول لك انت مزلوط حيت ما عندكش الانضباط، خاصك تفهم بلي اللعبه محطوطه ضدك. العشرينات ديالك ضاعت وانت كتحاول غير تنجو في واحد الاقتصاد كيعتبر الخدمه ديالك رخيصه والسكن ديالك استثمار للناس الكبار. الكريديات ديال القرايه ولا الثقل في رجليك، والخدمه الثانيه السايد هاسل ولا الضروره ماشي اختيار. العشرينات كانت للتعلم، عرفتي شنو هي الخدمه اللي كتكره والعلاقات اللي ما كتخدمش. دابا في الثلاثينات هذه هي عشريه الارباح. عندك الخبرة الكافية باش تكون خطر بالمعنى الإيجابي، ومازال عندك الوقت باش تخلي الفائدة المركبة تخدم لصالحك. سالي هذا الفيديو وسير وقف قدام المراية، شوف في عينيك مزيان واش عاجبك داك الشخص اللي كتشوفه. ما كنهضرش على الشكل، كنهضر على الوضعية. شوف عقلك اش فيه. عادة جي نهضروا على الاوتفيت واللبس، حيت كاين اللي لابس مزيان وعقله عريان. إلا كان الجواب لا، ما عجبكش هاد الحالة، هذيك هي بداية النجاة. إلا بكيتي بكي. الدموع كتغسل العينين باش تشوف الطريق مزيان، ماشي باش يشفق عليك شي واحد. ولكن مسح دوك الدموع وقول لراسك صافي سالينا اللعب، دابا غنبني الراجل أو المرأة اللي بغيت نكونو. طريق صعيبة ولكن انت قاد عليها، حيت دوزتي ما صعب من هادشي اللي كدوز منه دابا. وربي كيقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الساروت في يدك والباب قدامك. باش بيما تلقى اللي يفكرك ويفيقك ويعاونك في حياتك المادية، كليكي على ديك البطونة الحمراء وفعل الجرس ودخل شوف فيديوهات قدام غتستافد. الهدف ديالي هو نبدل عقليتك من ضحية المحارب بالعلم والمحتوى الهادف. تحياتي، وما تنساش كون كاين.